مساكم الله بالخير ويا هلا ويا مرحبا فيكم في حلقة ثانية من سوالف غرب آسيا من بطولة غرب آسيا للأندية مملكة البحرين 2025. ومثل ما عودناكم قلنا لكم كل يوم راح يكون معنا ضيف، واليوم معنا ضيف مميز الكابتن بندر العميري من المملكة العربية السعودية. نرحب بضيفنا الكريم كابتن بندر، رحب فيك مملكة البحرين. حياكم الله. يا هلا يا مرحبا فيك. حياكم الله، والله يعزكم ويعز دولة مملكة البحرين على الاستضافة الجميلة هذه، وعودتنا البحرين دائما على استضافة البطولات القوية والجميلة. أنا بداية حياتي كانت أول مشاركة لي دولية كانت في البحرين. نعم. عام 77. كابتن، طبعا اليوم نبي نتكلم عن كرة الطاولة، وتحديدا ليش نادي الاتحاد؟ نادي الاتحاد تاريخ كرة الطاولة هو نادي الاتحاد، يعني أول مؤسس لكرة الطاولة هو نادي الاتحاد. أول فريق، أول لاعبين، أول أبطال طلعوا من نادي الاتحاد. كرة الطاولة في السعودية بدأت في نادي الاتحاد من عام 1962. الأجيال اللي قبلنا بدأت من 62. مرورا طبعا متواضعة، البداية متواضعة، كان حتى الصالات صغيرة، يعني ما في صالة رسمية يعني، لكن جيل ورا جيل سبحان الله وتأسسوا وصار نادي الاتحاد مشهور في تنس الطاولة. واحدة من أشهر الألعاب والأساسية في نادي الاتحاد تنس الطاولة. نعم. كابتن، لعبة تنس الطاولة أو كرة الطاولة لعبة جدا مميزة، ولعبة فيها تركيز ذهني جدا عالي وفيها سرعة، يعني هي نقدر نقول كأسرع لعبة رياضية. شلون هذه اللعبة في المملكة العربية السعودية؟ والله من زمان منتشرة، يعني عندنا كانت في المدارس منتشرة بشكل كبير، يعني جاءت فترة يعني قل الاهتمام، لكن الآن بدأت ترجع. حتى الاتحاد السعودي الجديد حيرجع البطولة في المدارس، يعني حينشر اللعبة في المدارس، يعني بدأ يشتغلوا على هذا، وهذه جزئية مهمة جدا إنه تكون اللعبة في كل مكان موجودة. الآن وضع التنس حوالي قبل 20 سنة مثلا كان في مباراة نهائية بين نادي الاتحاد والنادي الأهلي. نعم. ما حد يصدق مثلا إنه كان موجود جمهور 5000. ما شاء الله. 5000 الصالة كانت فل يعني. وكانت اللعبة إعلاميا مشهورة ومتابعة إعلامية من الجميع. صعدت واختفت، لكن الآن رجعت ثاني مرة. الآن متابعة كبيرة، يعني حتى هذه البطولة متابعة الآن في السعودية، العالم كلهم بيتابعوا البطولة لأن منقولة أساسا على اليوتيوب. نعم. فهذه ساعد كثير جدا يعني على انتشار اللعبة. وطبعا من الأشياء اللي ساعدتنا أكثر وأكثر في هذه البطولة لطول عمرك وسبب انتشار هذه الإعلام نحن نكون معنا ضيف مميز مثلك كابتن بندر. الله يسلمك، شرف فيك. كابتن، طبعا أنتم مريتوا في مراحل كثيرة في هذه اللعبة، سواء في غرب آسيا أو كأس العرب أو حتى البطولات القارية. حدثنا عن هذه البطولات، حدثنا عن مشاركات تعز عليك أو تذكرها، أو ألقاب يعني عزيزة عليك ما تنساها. زي ما خبرتك أنا بدأت تنس الطاولة في أواخر 77، وسبحان الله كان قدر من الله كده إني أنا أكسب بطولة المملكة من أول ما شاركت. فاخترت ضمن المنتخب اللي بطولة العالم، لعبت في برمنغهام. بعدها مباشرة بحوالي 4-5 شهور أقيمت أول بطولة خليج وجزيرة عربية، كانت في البحرين، كانت هنا في مملكة البحرين، وأنا كنت ضمن فريق الناشئين. والحمد لله احنا كسبنا بطولة الناشئين، والفرق كان المنتخب العراقي كان منتخب مميز، وخسرنا قدام العراق يعني. وبعدها بدأت تنطلق كرة الطاولة في المملكة العربية السعودية مباشرة. فالمواقف كثيرة وذكريات كثيرة جدا يعني. بس العامل الأساسي في كل هذا كان اجتهادنا احنا كلاعبين، يعني رغم الإمكانيات اللي كانت محدودة والاهتمام اللي كان محدود من الاتحادات الرياضية، لكن أتوقع هذا الكلام حتى في البحرين وفي كل الخليج. لكن كان اللي يميز الفترة هذه إنه نفس اللاعبين كان عندهم إصرار وطموح، وكان عندهم أهداف إنهم يحققوا شيء. يعني كابتن علي المادح مثلا كان الوضع هنا يعني تقريبا زي اللي في السعودية، لكن كان مميز الكابتن علي المادح. نعم. كان مميز.
أنا كنت أشوفه مثلا لما نطلع برا نلعب، كابتن علي أكبر مني شوي يعني، نعم. فكنت أشوفه لما نطلع بطولات يعني نشوف إيش الاجتهاد، ينزل يجري لوحده، يتمرن لوحده، كان يطلع يتمرن في كوريا على حسابه. فأنا كنت متابع هذيك الفترة، كنت أتابع، كان من أعز الأصدقاء ولا زال الكابتن علي المادح، بطل البحرين معروف. فالجيل هذاك كان مشهور بهذا الإصرار، كان مشهور بالطموح الشخصي، بغض النظر ايش الامكانيات اللي موجوده. كان هم، احنا كنا نسير الامكانيات على هوانا يعني، احنا نصرف من عندنا، احنا نروح نتمرن من عندنا يعني. حتى لو احد فينا طلع اجازه، حاطط في اجازته برنامج انه يروح يتمرن يعني. هذا جيل، هذا كان كذا. الجيل الان من يوم ما يطلع اجازه، انا كنت بقول لك سؤال عن الجيل الحالي. الجيل الحالي يطلع الاجازه يخبي المضرب خلاص يعني، يبقى يطلع اجازه. بس ما الومه، الان كثره مشاركات الان اختلفت. احنا كان ما عندنا مشاركات كثير، صحيح يعني كان عندنا نطلع مثلا بطوله الخليج وبعدين بطوله العرب وفقط. الان هذول طول السنه عندهم مشاركات دوليه. كابتن، نرجع حق الجيل الحالي او الشباب اللي ممارسين لعبه كره الطاوله، والفرق اللي نشوفهم اليوم اللي قاعده تبرز نفسها في المشاركات في البطولات، شنو النصيحه او الكلمه اللي توجهها لهم بخصوص تحفظكم انتم على هذه اللعبه، وكنتوا يعني تكافحون عشان توصلون حق مباراه؟ والله الآن كل الفرص مواتية للجيل الحالي إنه يصعد إلى الأعلى. الآن كثرة المشاركات بتعطيهم نقاط إنه يتحسن له ترتيبه في التصنيف الدولي. كثرة المشاركات بتعطيه فرص أكثر لأن ياخذ خبرة، بيحتك بلاعبين كثير ما كانت موجودة عندنا يعني. لو كان الفرص اللي موجودة عندهم موجودة عندنا، كان إحنا من ضمن اللعيبة اللي يمكن مصنفين عالميا. لكن أنا أتمنى أنهم هم يقدروا هذا الشيء، خصوصا الآن في طفرة مالية كبيرة، إنه كل الاتحادات صارت تصرف على اللعبة. نعم. تصرف مكافآت، تصرف رواتب، تصرف. هذه أتمنى أنها تستغل بالاتجاه الصحيح، في تطوير اللاعب، باستمراريته، بحرصه على نفسه، في حرصه على تطوير نفسه، ينتبه نفسه صحيا يعني. هذه حاجات كلها مهمة جدا. بالإضافة أن عندهم الحين ما شاء الله لاعبين محترفين يشاركونهم اللعبة، وأيضا مدربين محترفين طبعا من خارج الخليج. هذه واحدة من أكبر النعم اللي جاتهم، إنه في لعيبة الآن إحنا كنا نسافر مثلا لليابان أو كوريا عشان نتمرن مع لعيبة أعلى من المستوى. الآن لعيبة مميزين بيجوا للدولة يلعبوا معك. بالإضافة إنه هم عندهم نعمة كبيرة جدا، الآن كل شيء موجود في اليوتيوب، يقدر يطور نفسه. إحنا ما كان موجود عندنا الشيء هذا، كنا إحنا نصرف، نشتري، نرسل للخارج عشان يرسلون الأشرطة عشان نتفرج على اللعب. الآن كل شيء موجود عندهم. نعم. أنا عندي لعيبة صغار اللي معي في نادي الاتحاد، دائما كل يوم يعني نتقابل معهم، ادخل على اليوتيوب اتعلم إيش تبغى تسوي، تعلم، موجود عندك كذا شخص، كذا لاعب موجود، ايش اللي يناسبك، وحاول تتفرج عليه، مش تتفرج عليه تستمتع انه والله بيلعب كذا، شوف ايش بيعمل عشان تطور نفسك. نعم. كابتن، البحرين طبعا مثل ما تفضلت انت من اول الاماكن اللي لعبت فيهم كرة الطاولة. شنو علاقة البحرين مع كابتن بندر؟ البحرين انا احبها كثير ترى، لانه يعني من وانا صغير اول مشاركة وجميلة كانت هنا في البحرين. أول مشاركة خارجية مثلا كنا في أو بطولة الدول العربية أظن الخامسة في المغرب، كان السكن معنا منتخب البحرين. تمام. فكل أصدقائنا من البحرين، وباستمرار كنا نتقابل في بطولة الخليج، بطولة العرب، منتخب البحرين والكويت بعدين بدأوا يجوا. فيعني علاقة أخوة، مش تنس وفقط يعني. أول بطولة لي في البحرين، وأول منتخب عرب شاركت فيه كان في البحرين. نعم. وآخر بطولة شاركت فيها خليجية كانت في البحرين. نبي طال عمرك مشاركاتك اللي كانت مع البحرين. طبعا ما كنت في فريق البحرين، كنت يعني كمنافس حق البحرين. تذكر لنا أحد المباريات أو أحد المشاهد اللي تحضر في بالك الآن حق منتخب البحرين مع نادي الاتحاد؟
أول مشاركة كانت يعني بطولة الخليج، يعني نرجع لبطولة الخليج. كان أول زيارة لنا للبحرين، كنا ساكنين في بيوت الشباب قريبة كانت من صالة البطولة، وكان من ضمن السكن كان في مسبح، فكان وقت الراحة ننزل نسبح ريلاكس، يعني نسوي ريلاكسيشن فيه. فسبحان الله كان بقرب يعني بالجانبي كان في لاعب من منتخب البحرين، وفجأة سبحان الله جاله شد عضلي واحنا في المسبح، ف يعني قدرا كده انا دفيته ومسك في هذا. بعد كده صار من اعز اصدقائي. من هو؟ كان وزير سابق الاخ فهمي الجودري. تمام. مسي عليه بالخير. ومن بعدها سبحان الله يعني ارتبطت علاقتنا بفهمي الى ان صار لاعب، وبعدين صار اداري في هذا، وبعدين صار سبحان الله صار وزير، وتقابلت معه يعني، ولا زال من اعز الاصدقاء يعني. فبالنسبه للبطولات وهذا بعد اوقات انت بتلعب تجيك يعني حاجات ما تعرف كيف. انا واحده من البطولات مثلا بلعب، وبطوله مهمه على دخول الدوري الاربعه في كاس العرب، وبعد ما خلصت المباراه خسرت. اكتشفت اني انا على ايام كان اللزق لازم انت الصمغ انت تسويه. نعم. اكتشفت اني انا شلت الجلده بس ما نظفتها، فلما حطيتها مسكت يعني، ما انتبهت ولعبت وانا بدون لزق، وراحت بطولة يعني على شيء بسيط. اليوم يعني احنا ما شاء الله نشوف يعني الجيل مثل ما قلت كل شيء متوفر له. وامس كان بعد معنا الكباتن، كان معنا الكابتن علي المادح، وكانوا معنا وكانوا يقولوا لنا عن طريقة الخامات اللي تغيرت في هذه اللعبة، الطاولات، المضارب، الجلود اللي تستخدم، اللاصق. فيعني اليوم احنا نقول لهم يعني جيلكم كابتن والله عانى في هذه اللعبة. والله احنا كنا في معاناة يعني. انا بالنسبة لي انا كنت العب قصيص من برا الطاولة، وكان الجلود تبعي خاصة، فكنت اطلبها بنفسي من مدربين الصينيين، واشتري على حسابي الخاص حق 3-4 سنين قدام. وطريقة تركيبة كانت مختلفة جدا. هم اللعيبة بس فقط يحطوا نعم. الجلدة، لا أنا كان لازم اسفنجة، واسفنجة خفيفة جدا، ولازم لها طبقة معينة من الغرة تنحط، ولازم تنتظر انها تنشف، وبعدين تجيب الجلدة الثانية. كان معاناة بمعنى الكلمة. الآن هم كل شيء جاهز، نفس الجلدة حقت اللي كنت ألعب فيها الآن جاهزة. نعم. اشتريها وركبها وخلاص انتهت. يعني كانت معاناة. اي والله. يعني كان مضرب الطاولة كان شيء صعب بالنسبة. صعب والله، صعب جدا يعني. فعلا ما كان متوفر زي الآن. الآن الأندية بتوفر كل شيء. زمان احنا اللاعبين كنا نوفر لأنفسنا كل شيء بصراحة. بطولة غرب آسيا كابتن، تجاربكم في بطولة غرب آسيا؟ غرب آسيا أول بطولة أقيمت، البطولة الأولى أنا ما كنت موجود فيها. زميلي الأخ مجاهد، وكسبنا إحنا البطولة الأولى. البطولة الثانية أنا شاركت فيها في عمان، والبطولة الثالثة لعبنا النهائي. هذه البطولة السابعة. بطولة غرب آسيا من أجمل القرارات اللي اتخذها اتحاد غرب آسيا، إنه أقام بطولة لهذه المجموعة اللي تشارك فيها، لأنه تقريبا ما استبعد منها غير اللي هم المغرب العربي ومصر وهذه، لكن باقي كل هذول نفس الدول، كأنها بطولة دول عربية مصغرة. نعم. تمام. فالبطولة كل سنة عمال تقوى، يعني السنة اللي تيجي إن شاء الله حيكون المستويات أقوى وأقوى، لأنه عندنا فريقين في السعودية اللي هم القادسية والنادي العلا، برضو تقريبا في نفس مستوى نادي الاتحاد، حيكونوا موجودين في البطولة. ونادي والكويت الآن أنديتهم بدأت ترجع تاني. ترى الكويت كانت من أقوى الأندية ترى. نعم. بطولات خليج كثير، لما نقيمت بطولات الخليج كان الأندية الكويتية حققتها. قطر، الأندية القطرية بدأت ترجع. نعم. الآن نشوف مستويات دحين 3 أندية من قطر موجودين. صحيح. تمام. فهذا دليل على هذا. البحرين الآن 3 أندية من البحرين. أيضا فرق الفتيات كابتن ما ننساهم. الفتيات يعني أنا أشوف إنه عدد محدد، لأنه إلى الآن ما في الاهتمام القوي بالفتيات. أنا أذكر
في الثمانينات هي كان منتخب البحرين عنده اللاعبة الأخت علوية، وفي عندهم لاعبة قصيصة كانت مصر ما تشارك، فالبحرين كانت بطلة العرب ترى في السيدات. بعدها ما أدري يعني إيش تعرف إن الآن بدأ الاهتمام بالسيدات، فأتوقع إنه بعد فترة سنتين ثلاثة ممكن إنه ينهضوا السيدات. حاليا المستوى يعني ما هو متوسط بصراحة يعني السيدات. كابتن الحديث معك جدا شيق الله يسلمك. واحنا هذه الحلقة يعني مميزة بتواجدك معنا. الله يسلمك. واحنا ما ودنا السوالف تخلص، ولو ان برنامج اسمه السوالف غرب آسيا. الله يسلمك. لكن السوالف معك جدا ممتعة وما نتمنى انها تخلص، ونتمنى ان شاء الله نشوفكم في المستقبل. الله يسلمك. والله يعطيك الصحة والعافية. وقبل أن أختم نحب نقول حق جمهورنا العزيز، راح إن شاء الله كل يوم يكون معنا ضيف مميز في سوالف غرب آسيا. حياكم الله، مع السلامة.